ملعب سحيم بن حمد في نادي قطر. عاشوري الرمية الجانبية يأخذ فيها كل وقته على أمل أن يلعبها على طريقة الركنيات. يلعب كرة طويلة إلى الأمام، الكرة تبعد من جانب جحفلي، خطيرة وفرصة وهدف إيراني. هدف إيراني أول، هدف إيراني أول. الكرات الثابتة أو الكرات الهوائية إذا صح التعبير لم يحسن التعامل معها الدفاع الهلالي بعد دقائق بسيطة من إجراء تغيير بسحب إدواردو والدفع بسالم الدوسري. الهلال يقبل هدفا، جحفل يبعد الكرة في المرة الأولى، سعود فشل في إبعادها في الثانية، وبعد ذلك كان نونغ في الانتظار. 1-0 لتراكتور. النادي الإيراني اللي يلعب مباراة بحسب طريقة لعبه تقريبا يفكر في التعادل يكفي للتأهل، يسجل هدفا لم يكن في الحسبان، لم يكن في الانتظار. الهلال انتظر أكثر من اللازم، خاف أكثر من اللازم إذا صح التعبير، خاف أكثر من اللازم بلغة كرة. نونغ أمام أكثر من لاعب، عدى يلعب كرة عرضية خطيرة لمصلحة تراكتور، الهدف الثاني للنادي الإيراني. الهدف الثاني للنادي الإيراني. تراكتور يسجل نعم هدفا ثانيا يعقد المسألة أكثر على الهلال، يعقدها أكثر على الزعيم في ليلة صعبة معقدة جدا على دونيس، ولا أعلم إذا كانت هي معقدة أم أن المدرب اليوناني كان معقدا أكثر من اللازم في هذه الليلة الصعبة أمام نادي يلعب بطريقة جيدة على مستوى الدفاع ويفعل ما هو مطلوب منه في الهجوم. تك واحدة هدف الثاني ويخلص المباراة.